كل سنة وانتم في سعادة وهنا وسعد، كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام. النهاردة إن شاء الله الروتين بتاعنا كله طاقة إيجابية ونشاط، بس أهم حاجة تابعيني لآخر الفيديو، اوعي تمشي كده ولا كده، أنا شايفاكي. النهاردة يوم بسيط وجميل، إن شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة بالمكسرات وكمان فطار جميل ويفتح النفس. يلا ندخل الفيديو ونقول يا بركة بسم الله. نقول يا بركة بسم الله. أول حاجة تعالوا ما نعمل شربات الكنافة. حطيت كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين مية. الشربات ده مش هيبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني هيكون مظبوط، لأن أنا ما بحبش الشربات اللي يكون خفيف ولا تقيل، يعني بحبه كده إيه قوامه مظبوط. بعد كده حطيته على النار وقلبته تقلبتين، وبعد كده هسيبه يغلي حوالي 8 دقايق. عصرت نص ليمونة، وفي الآخر أحط نقطتين فانيليا وهطفي عليه. ما تحطش الفانيليا من الأول عشان الشربات ما يمررش. خلاص كده هطفي عليه بقى وهسيبه يبرد خالص، انا عايزاه بارد. بعد كده يا حلوين معايا نص كيلو كنافه، بجيبها وبحطها في الفريزر قبل ما استخدمها مثلا يوم، عشان لما اجي افككها تتفكك معايا بسهوله. او تعمليها في الكبه، تضربيها في الكبه وان شاء الله هتتفرم معاكي على طول. بصي عشان انا حطاها في الفريزر بتتفكك معايا ازاي. طيب لو انت مستعجله وجايباها طازه وعايزه تعمليها هتعملي ايه؟ برضه تفرميها في الكبه هتتفرم معاكي على طول، وهتبقى ايه قطع صغيره كده او حتت صغيره مفتفته، يعني هتتفرم معاكي على طول. بعد كده حطيت معلقتين سكر بودر او معلقتين سكر حبيبات الموجودة عندك، لان السكر بيدي لون حلو قوي للكنافة وهي في الفرن. بعد كده معايا كوباية سمنة بلدي بقى على نباتي، إيه نباتي خالص بلدي خالص، المتاح عندك اعمليه. حطيته على نص كيلو كنافة، وبعد كده ايه مسكت الكنافة مع السكر مع السمنة قلبتهم مع بعض كويس جدا لحد ما الكنافة شربت السمنة وبقت معايا زي الرملة المبلولة. شايفين؟ ما شاء الله انا عايزاها كده. بعد كده معايا صينيه وهدهنها حته سمنه كده محترمه عشان لونها يكون احمر كده جميل. المفروض كنت صغرت الصينيه شويه، لكن الصينيه دي كانت قدامها على طول خدتها، يعني حتى الكسل كسلت اجيب الصينيه اللي الاصغر منها شويه. يلا بقى مش مشكله. حطيت هنا اول رق من الكنافه، يعني تخن الرق اللي تحت شويه عشان بتبقى النار طايلاه. بعد كده ايه ضغطت بقى بايدي عشان اثبت الكنافه وكمان تكون قطعه واحده، بحيث لما اجي اقلبها تتقلب معايا مره واحده. معايا بقى هنا يا حلوين شويه بقى ايه مكسرات كده، او سوداني او زبيب جوز هند، اي حاجه عندك حطيها. بعد كده حطيت شويه من الشربات على المكسرات وقلبتهم في بعض عشان لما اجي احطها في الكنافه المكسرات طبعا ما تخرجش من الكنافه. تمام. وزعت بقى المكسرات كده في قلب الكنافه من جوه ما شاء الله. بصي بقى طبعا الصينيه عشان كبيره فتحسي ايه ان المكسرات مش باينه فيها قوي، لكن لو الصينيه صغيره شويه طبعا المكسرات هتبان اكتر وهتبقى كتيره كده. بس اهو يلا مش مشكله، كل حاجه مش مشكله. بعد كده احط بقى ايه بقيه الكنافه الجزء اللي فوق، وبعد كده برضو هضغط جامد بايدي بحيث برضو لما اجي اقلبها تتقلب معايا مره واحده. بصي، او تجيبي غطا او صينيه تضغطي بيها لو انت مش قادره تضغطي بايدك. بعد كده يا حلوين الفرن يكون سخن، واحطها على الرف اللي في النص والنار تكون عاليه من تحت. اول ما الجوانب تحمر هطفي من تحت واشغل الشوايه لونها يحمر من فوق. وبعد كده طلعت الكنافه وهسيبها تهدى بس دقيقه او دقيقتين. ما تحطيش الشربات عليها على طول وهي سخنه قوي عشان ما تعجنش منك، سيبيها تهدى دقيقه او اتنين، وبعد كده حط عليها الشربات بارد والكنافه سخنه. تمام. بس سيبيها تهدى دقيقه او اتنين عشان ما تعجنش منك. سبتها بقى تشرب الشربات كده براحتها. وبعد كده قلت بقى ايه الم بقى الحاجات اللي حواليا والمواعين والحاجات اللي انا ايه دهولتها عشان المطبخ كده يكون رايق ونضيف ليا. الفيديو ده بقى لي يومين عندي على الجهاز وعايزه انزله ومكسله، وصفات العيد بقى واخداني وكل شويه اقول هنزله النهارده بكره. هو بقى لي يومين فانا قلت ايه خلاص بقى انزله النهارده وخلاص ان شاء الله. وباذن الله نعمل بعد كده ايه البيتي فور، يبقى للسنه البيتي فور باذن الله. بس مانيش لاقيه البلبله اللي انا هعمل بيها البيتي فور، لان البلبله اللي عندي يعني مش نافعه خالص. فانا عايزه اطلع بره اشوف كده واحده عندي الناس اللي عندهم محلات ادوات منزليه، ان كان عندهم هجيب واحده. بس عايزه واحده اللي هي اللي استانلس، طبعا اللي استانلس بتخلي البيتوفور مظبوط وفي نفس الوقت الرسمه حلوه، غير البلبله اللي هي البلاستيك دي. طبعا البلبله البلاستيك دي ما بتظبطش الحاجه خالص، غير الاستانلس بصراحه بتخلي البيتيفور او بلح الشام او اي حاجه تانية بتخلي رسمتها جميله. فان شاء الله وباذن الله كده ادعوا لي ربنا ينفخ في صورتي واطلع ايه اجيبها، لان طبعا انا الواحد بيفطر من هنا وما ما بيتحركش من هنا.
وطول النهار طبعًا واقفة شغل وطبيخ وتصوير، فربنا يسهّل. تعالوا بقى إيه، نشوف الكنافة بتاعتنا، هي لسه سخنة طبعًا، هي المفروض تبرد خالص عشان ما تتهرِش مننا. بُص باخبّط عليها عشان تنزل مرّة واحدة. بُص هنا بقى يا حلوين، طبعًا أولًا الشربات ما توزّعش عليها كويس، يعني أنا موزّعة الشربات في الجوانب أكتر، في النُص أنا حاطة شربات بس مش كتير، أنا موزّعة الشربات أكتر على الجوانب، وفي نفس الوقت الصينية كبيرة، والشربات طبعًا قليل على الصينية الكبيرة، فلو كانت الصينية صغيرة شوية كان الشربات جاب الكنافة كلّها، وكمان أنا ما وزّعتش الشربات حلو. بس والله كانت جميلة، وكانت مقرمشة كده سِنّة، وكانت جميلة تحفة كده. يعني أنا باقول لِك على الغلطات اللي أنا باقع فيها عشان بعد كده إيه، يعني تعرفيها. يعني المفروض كنت عملتها في صينية صغيرة شوية، وفي نفس الوقت كنت وزّعت الشربات حلو. دي برضه حاجة بتعلّمني كل مرّة اللي أنا إيه، أضبّط الحاجة. بُصّي ما شاء الله، باقول لكم ما شاء الله المكسرات فيها يعني هي طرية، وفي نفس الوقت فيها سِنّة قرمشة جميلة حلوة أوي، وسُكّرها مضبوط جدًا، وطبعًا أنا حاطة فيها سمنة بلدي مخلّياها في حتّة تانية خالص، بألف هنا على قلوبكم. أنا كان ممكن ما اطلّعش فيديو الكنافة، بس أنا باطلّع معاكم كل حاجة، سواء بقى إيه بتطلع مضبوطة، مش مضبوطة، وباقول لكم على الغلطات اللي أنا باقع فيها والأخطاء، بحيث لمّا أنتم تيجوا تعملوا الحاجة تعرفوا تضبّطوها، وكمان تتعلموا من الأخطاء اللي أنا باقع فيها. وطبعًا يا جماعة إحنا مش شيفات يعني، إحنا ستات بيوت عادي خالص وبتحصل مع أحسن الناس. أنا صريحة وباحب الصراحة عشان نكون صُرحة كده مع بعض. تعالوا بقى عشان نحضّر الفطار. هنا حطيت معلقة سمنة بلدي أو معلقة زيت، وبعد كده حطيت نُص كيلو لحمة في معلقة السمنة البلدي وسِبتها عشان تغيّر لونها. قطّعت 3 بصلات كبار على إيدي تقطيع صغير، وكمان طماطمتين شايلة قشرهم، وكمان قرن فلفل، ونحط بقى التوابل، شوية فلفل أسود، كزبرة، جنزبيل، بابريكا، شوفي بقى التوابل اللي أنتِ بتحبيها حطيها. بعد كده قلّبت ده كله في بعضه، وبعد كده أحط معلقة كبيرة من الصلصة، عشان باحب اللحمة المفرومة تكون إيه، لونها أحمر كده حلو، يعني بدل ما يكون لونها باهت باحبها يكون لونها كده أحمر جميل. هاغطّيها بقى وأهدّي النار عشان تتعصّج. تعالوا عشان نعمل البشاميل. حطيت هنا إيه، حوالي 4 معالق كبار سمنة، لإن البشاميل بيحتاج سمنة كتير، تمام؟ وحطيت 6 معالق كبار دقيق، لإن النهارده هاعمل كيسين مكرونة، ولكل كيس مكرونة 3 معالق كبار دقيق بس مش مليانين على الآخر، يعني 3 معالق عاديين جدًا. حمّصت الدقيق مع السمنة لحد ما شميت ريحة الدقيق، وبعد كده حطيت الحليب. حطيت 2 كيلو حليب، لكل كيس مكرونة كيلو حليب. عايزة تحطي كيلو حليب والباقي شوربة ما فيش أي مشكلة، بس أنا عن نفسي باحب البشاميل كُلّه حليب، يعني أنا عن نفسي كده. بعد كده يا حلوين قلّبت كل الكلام ده في بعضه على طول عشان الدقيق ما يكلكعش. قلّبي بالمضرب اليدوي عشان طبعًا يعني البشاميل ممكن يكلكع على طول. بعد كده حطيت رشة ملح، رشة فلفل أسود، رشة جوز الطيب، وكمان مكعب مرق، وأقلّب، أقلّب، أقلّب، أقلّب واسيبه يغلي شوية عشان الدقيق يستوي. شايفين القوام ده أنا عايزاه، لا عايزاه خفيف أوي ولا تقيل أوي. وطبعًا أنا طفيت عليه، وكل ما بيبرد كل ما يتقل أكتر، وأنا لسه ما سلقتش المكرونة، بس قبل طبعًا ما أحط البشاميل على المكرونة باولّع عليه تاني عشان يدفى شوية، عشان إيه، يخف شوية. طبعًا أنتِ لمّا بتسخّنيه يعني إيه، بيخف شوية، لكن أنتِ لمّا بتسيبيه يبرد خالص بيتقل، بيبقى عامل زي الجبس، فأنا باعمله كده. جبت بقى كيسين مكرونة أسباجيتي، أسباجيتي إيه يا أم ميدو! مكرونة أقلام، وسلقتها عادي خالص في شوية مَيّة وشوية ملح. ما باحطش زيت عشان البشاميل يثبت على المكرونة، وكمان ما باغسلهاش، تمام، يعني باصفّيها من المَيّة بس. بعد كده يا حلوين دفّيت البشاميل زي ما قُلت لكم، وأحط كده حوالي كام كرنيب كده على المكرونة عشان عايزاها متنغنغة كده في قلب البشاميل. يا سلام! الواحد كده إيه، ياكلها كده تبقى إيه، يعني كلّها بشاميل في بشاميل. إحنا هنا بصراحة عندنا بنحبها، بنموت فيها. يعني إحنا لو أكلناها كل يوم ما بنشبعش منها الصراحة، إحنا بنحبها. شايفين؟ حطيت تاني برضه بشاميل. عايزينها كده إيه، كلّها بشاميل، متنغنغة كده بشاميل. قلّبت طبعًا كل ده في بعضه كده، ودهنت الصينية بشوية زيت، وبعد كده أحط أول رق من المكرونة. تقّلي برضه الرق الأولاني، بحيث إن الرق الأولاني بيبقى طايله النار، عشان إيه، يعني ما يتحرقش. وبعد كده أحط الحشوة في النُص اللي هي اللحمة اللي أنا معصّجاها، وطبعًا الجزء التاني من المكرونة فوق،
واحط بقى ايه بقيه البشاميل على المكرونه خالص، ومش هحط عليها جبنه ولا احط عليها اي حاجه. اكتشفت والله يا جماعه ان لما بحط الجبنه كده على وش المكرونه مش بيبقى طعمها حلو زي انت ما بتحطي كده صينيه المكرونه في الفرن على طول من غير اي حاجه. يعني انت لما بتحطها كده وشها يحمر عادي كده من غير اي حاجه، بتحس بطعم المكرونه وبتحس بطعم البشاميل. اه والله. فانا ان شاء الله عملتها كده المره دي، وفي نفس الوقت وفرت تمن الجبنه. انا ايه اللي يخليني اروح اجيب كيس بقد كده؟ لا كده احسن والله، ولقيتها اطعم كتير كتير واحسن كتير. وطبعا الفرن يكون سخن عشان طبعا ايه تدخل تاخد لون على طول. شايفين؟ حطيت بقى ايه البشاميل كده كله على المكرونه من فوق، غرقتها بشاميل ما شاء الله. في الاخر بقى حطيت حته السمنه كده، حته السمنه بقى عادي او بلدي، عشان برضو وشها ياخد لون حلو. تمام. وطبعا لما احطها في الفرن السمنه كلها دي هتسيح اللي على الوش. بشغل النار من تحت، النار تكون عاليه. اول ما الجوانب تحمر هطفي من تحت واشغل الشوايه عليها عشان ايه لونها يحمر من فوق. وساعات ما بشغلش الشوايه خالص والله حلوين، والمكرونه وشها بيحمر من صهد الفرن. تعالوا بقى عشان نعمل عصير جوافه. طبعا طلعت جوافه من الفريزر كانت جامده، حاولت احطها في قلب شفشق الخلاط ما اتحطتش، حاولت افكها بايدي اتفكت في ايدي على طول. بعد كده حطيت الجوافه في الخلاط وحطيت شويه ميه، وكمان عصرت نص ليمونه وحطيت كوبايه الا ربع من الحليب وشويه سكر، وضربت بقى كل الحاجات دي كلها مع بعض في الخلاط، وهصفيها في المصفى من البذر، وبعد كده احطها في التلاجة. لما بكون صاحيه كده متشجعه على الشغل وكمان عندي نشاط بخلص على طول، وكمان ببقى فرحانه كده يعني ايه عندي كده ايه طاقه ان اخلص على طول الشغل. لكن اليوم اللي انا بصحى فيه متاخر شويه ومليش مزاج اعمل اي حاجه خالص ببقى على اخر الصراحه وبعمل الحاجه بالعافيه. فربنا يديم علينا يا رب الطاقة الإيجابية والنشاط والصحة يا رب، اللهم آمين إحنا وإنتم. هنا بقى إيه حلوين نعمل الخشاف. طبعا الخشاف أنا عملته معاكم قبل كده في أول رمضان. كسرت شوية بلح وغسلته من التراب وحطيت عليه شوية سوداني، جوز هند مكسرات، قراصية مشمشية، تين مجفف، وبعد كده حطيت شوية حليب وشوية مية. حابة تحط عليه فانيليا مفيش أي مشكلة. انا بعمله قبل المغرب كده ايه بساعة عشان يبقى حلو. تمام. مش عايزاه طري قوي كده، عايزاه يعني ايه يجري شويه كده واحنا بناكله. هنا بقى المكرونه يا حلوين طفيت بقى الفرن من تحت، وبعد كده حطيتها تحت الشوايه عشان لونها يحمر. شايفين لونها جميل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله بالف هنا. وكمان الفرخه يا جماعه دي انا تبلتها ببصل عادي خالص بشويه ملح وفلفل اسود زي ما انا بعملها معاكم، وسلقتها عادي خالص، وبعد كده ايه حطيتها تحت الشوايه عشان تحمر. دهنتها كده بحته سمنه بلدي. تعالوا بقى عشان نحط الفطار بتاعنا، تعالوا بقى افطروا معانا احلى فطار يستاهل بقكم. قطعت كده المكرونه ما شاء الله، سبتها تبرد شويه عشان ايه يعني كان لسه بدري شويه على الاذان، مع ان انا بحب اكلها ملهلبه، بحبها كده سايحه ونايحه، بس برضو عشان انا مكتره لها البشاميل. جميله جميله جميله. اهو ما شاء الله ادي فطرنا الجميل اللي يفتح النفس. حطينا بقى ايه الشوربه والفرخه والعصير وكل حاجه حلوه. كنت عايزه اعمل سلطه بس كسلت برضه، قلت يلا حلو رضا بالف هنا. وده كان روتين النهارده، وده كان فيديو النهارده. اوعي تنسي بقى حبيبتي اللايك والشير. مع الف سلامه حبايبي، هتوحشوني، بحبكم في الله، مع الف مليون سلامه.